السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه ومتابعيني؟ النهارده بقى بنعمل معاكم حاجة كلنا بنحبها وبنعملها في المناسبات، حاجة كده سهلة وبسيطة، بس إحنا بنعقد نفسنا بيها وبنخاف نعملها، بس أنا هاخليكم النهارده مش هتخافوا وهتعملوها على طول، كحك سهل وبسيط وناعم بطريقة زمان، بطريقة جديد أجدادكم أجدادنا، طريقة جميلة وسهلة جدًا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول معاكم المقادير. معانا معلقة من الخميرة ممسوحة، ومعانا كيس من الدقيق كيلو اللي هو الكحك أو الدقيق اللي هو الجيد أو الفاخر. معايا كيس من الفانيليا، وهبدأ دلوقتي معايا كوباية إلا ربع من المية دافية، هحط فيها معلقة ممسوحة من الخميرة ومعلقة سكر، وأبدأ أقلبهم وأسيبهم على جنب لحد ما أجهز معاكم بقية الحاجات بتاعة الكحك بتاعتي اللي هو السمنة. معايا معلقتين سمسم، ومعايا نص كيلو من السمن، انا مقلبه سمن بلدي على سمن روابي. هبدأ كده على النار وانزل بالسمن واحط معاهم المعلقتين السمسم عشان يبدأوا ياخدوا لون مع السمنه بتاعتي. بدأت كده خلاص اتقدحت معايا السمنه، هبدأ انزل طبعا الدقيق انا حاطه فيه ذرة ملح وحاطه فيه محلب او ريحه الكحك. هبدأ انزل بالسمنه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على الدقيق تدريجيا كده، طبعا عشان ربنا يعافينا ويعافيكم برضو ما نتلسعش. دي الطريقه اللي تطلع معاكي الكحك الناعم المظبوط حسب ما انت عايزاه، لو عايزاه ناعم قوي بتعملي الطريقه دي وهتعتمديها ان شاء الله وهتعجبك، هتطلع معاكي الكحكايه ناعمه وجميله وحاجه كده جميله ومقرمشه. بدأت كده قلبت السمنه طبعا سخنه معايا، انا هستنى لما تبرد وهبدأ اتعمل بايدي. طبعا هسيبها تبرد شويه وهبدأ اجهز الملبن بتاعي، معايا حوالي ربع كيلو من الملبن او نص كيلو حسب ما انت عايزه، لان انا ممكن في بعض كحك انا مش هحتاج فيه ملبن هعمله ساده. بدأت كده بمعلقه سمنه بلدي وقلبت الملبن بتاعي كويس جدا فيه، عجنته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ معاكم اشكله على حسب الكحكايه بتاعتي اللي انا هعملها، حسب حجم الكحكايه. وكحكايه صغيره هقلل حجم الملبنيه قد الزيتونيه كده، لو هي كبيره شويه هكبر، بس اللي تبقى قد الليمونه الصغيره. بدأت كده شكلته بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده، وهبدأ كده بالشكل ده بقى خلاص عملت الكمية بتاعتي كلها. ببدأ طبعا هتكون معايا السمنة بردت على الدقيق، هبدأ بقى اتعامل عادي جدا، وهتكون الخميرة بتاعتي بدأت تخمر، هتاخد لها حوالي ربع ساعة لحد ما اخلص كل الملبن بتاعي ويكون الدقيق برد. هبدأ حوالي ربع ساعة وتلت ساعة كده افركه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. اهم حاجة واهم خطوة في الكحك ان انا افركه بالشكل ده، اسمها اللي بس الدقيق ابسه في السمن كويس جدا لحد ما الخليط يتشرب كل السمنة ويبدأ معايا لين خالص وطري وناعم جدا في ايدي. بدأت كده بالشكل ده، طبعا انا مسرعة الفيديو عشان انتوا ما تملوش منه. بدأت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، شايفين النعومة، بدأ كده ياخد شكل جميل معايا ولونه غير معايا بالشكل ده. ببدأ كده لحد ما الكمية معايا بدأت تتشرب كل السمنة، شايفين حبايبي شكله بايدي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هو لسه برضو دافي في ايدي، وطول ما هو دافي بيبقى سايب في ايدي كده. بعد كده هتبدأ بقى العجينة تلم معايا شوية بشوية، وابدأ المها طبعا بالخميرة بالمية بتاعتي الدافية. انا معايا كوباية الا ربع، ممكن اتعامل بيها كلها وممكن نص الكوباية. بدأت نزلت اهون بالخليط تدريجيا برضو لحد ما ما يلم معايا العجين ده. ابدأ اشوفه برضو ينفع يتشكل دلوقتي ولا لسه، بشوفه معاكم. شايفين حبايبي شكله ولا شقة ولا عمل اي حاجة. هبدأ اعمله كده واعمله زي دايرة كده فيها تجويف، وهبدأ احط فيها الملبن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واعمله على شكل كورة، ويا دوبك ابطط بسيط من فوق وانزل بالمنقاش بتاعي. انت لو عايزه عندك ختامه اي حاجه اي شكل انت عايزاه هتبداي تعملي شوكه اي حاجه. بدات بالمنقاش كده عملت الشكل اللي انتوا شايفينه ده اول شكل. عايزه تعملي اي شكل انت عايزاه هيعمل معاكي اي شكل. شايفين حبايبي التجويف، بقوم عاملاه بالشكل ده ببطن ايدي، وابدا انزل بالملبن، المهم ان هي ما تكونش باينه منه، وابدا اللي بقى اكورها بايدي بالشكل ده لحد ما تتغطى خالص تماما. هنزل بقى بالمنقاش برضو هنقوشها بالشكل، اعمل شكل دواير على شكل وردة كده بالشكل ده. همشي دوران بالمنقاش من تحت لحد ما تاخد داير من تحت خالص، ومن فوق اشكل تشكيل تاني مربعات بالشكل ده. شايفين حبايبي شكله
وعاملة طبعا الكحكاية حجمها حلو جدا، حسب ما انت عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة تطلع معاكي. بدأت العجينة جميلة وبردت معايا، وهبدأ اعملها بالطريقة بأسهل طريقة. ما خدتش معايا وقت ولا مجهود، انا عملت كله بسرعة وما خدش معايا مجهود ولا وقت ولا اي حاجة. ولا تخافي تعمليه، اعمليه في اي وقت عادي، في اي مناسبة، في اي مش شرط في العيد، بس انت ممكن تعمليه في ايام عادية. طب بدأت كده، عملت برضو واحدة معاكم تاني عشان تشوفوها. شايفين حبايبي؟ هبدأ اعمل شكل تاني خالص بالشكل ده كده، من كتر نعومتها جميلة وما بتشققش ولا اي حاجة، وطالعة معايا ملبن في ايدي حاجة كده جميلة جدا. شايفين حبايبي شكله؟ هبدأ كده اشكل من الجناب بالمنظر ده. بدأت كده على 180، من 160 ل 180 حسب فرنك، وابدأ اسيبه ياخد اللون ده. خدت يعني ولعت عليه الشواية حاجة بسيطة عشان اديله اللون الذهبي الجميل ده. بدأت كده نزلت لما برد خالص تاني يوم بالظبط او تالت يوم، بدأت طبعا اتعاملت معاه طبيعي جدا. شايفين الكحكاية عاملة ازاي في ايدي، مرملة وناعمة وحاجة كده عسل عسل. ابدأ كده بقى ايه، السكر بتاعي مجهزة طبعا كوباية نخلاها، انا عاملاها في الخلاط عندي، وطبعا لازم اعملها في وقتها لان لو سبتها بتتكتل. وهبدأ انخلها كويس جدا، وهنزل على الكحك زي ما انتم شايفين بمصفى صغيرة، وابدأ انخل كده بالشكل ده. ينزل معايا السكر ناعم على على الكحكاية. شايفين شكل الكحكاية وجمالها، حاجة كده جميلة وبتدوب في البق وذوبان يعني. ولا تقولي بقى كحك جاهز ولا من عند حد يكون كحكاية ناعمة، كحكاية زي الفل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش حبايبي بقى الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس. شايفين من ظهرها ذهبي وخطيرة وجميلة وحاجة كده عسل عسل عسل. افتح لكم واحدة تشوفوها بالسكينة زي ما انتم شايفين، دي اللي من غير ملبن. شايفين شكله دي بالملبن. انا طبعا سبته يومين عشان ان انا ما استعملتوش على طول، سبته حوالي يومين. شايفين حبايبي؟ ما تنسوش بقى فضلا وليس امرا اللي عجب في بالفيديو وسبسكرايب. شايفين حبايبي شكله؟ السلام عليكم ورحمة الله.